السلام عليكم. كلنا كمغاربة حسينا في الآونة الأخيرة بالارتفاع المهول في الأسعار في جميع المواد الأساسية، وخصوصا المواد الاستهلاكية والمعيشية اللي كتشمل جميع فئات الشعب المغربي. ومني كتسول على السبب الحقيقي في هذا الارتفاع ديال الأسعار، فكتلقى جواب واحد ووحيد، وهو التضخم. غير فالتضخم من أجل التعريف ديالو هو أن الفلوس كتكون موجودة عند الناس، فكتشري السلعة اللي هي أصلا كتكون قليلة في السوق، فنتيجة هذا الشراء المفرط ديال الناس فالسلعة كيرتفع الثمن ديالها. ولكن إلا جينا نشوفوا الحقيقة ديالنا حنا في المغرب، واش الناس عندها فلوس كثيرة وموجودة في السوق؟ كلشي كيشكي بالعدم، يعني أن شي واحد ما عنده هذه الفلوس. فأين هي هذه الفلوس اللي كنقولوا أنها كثيرة عند الناس باش أنها تشري بزاف باش هذه السلعة ترتفع؟ بل بالعكس، السلعة اللي مشيتي تشوف المتاجر الكبرى وستوكاج الكبار ديال التموين كتلقى أن السلعة موجودة، بل هما كيعانوا من ركود اقتصادي. فشنو هو السبب الحقيقي في هذا الارتفاع؟ السبب الحقيقي هو النظام الرأسمالي. حنا في المغرب وفي العالم تقريبا أجمع كنعيشوا بنظام اقتصادي رأسمالي اللي هو أساسا مبني على الربا. فهو نظام كيعتمد على المص ديال الدم والعرق ديال الناس، وخصوصا الطبقة الضعيفة والمتوسطة. فهذا النظام هذا عنده واحد الدورة كيكملها كيساري، لأنه ما يمكنش يستمر للأبد، لأنه ماشي نظام عادل. وهذا الشيء سبق وقع وكان سبب في وقوع الحرب العالمية الثانية. فكذلك حنا في هذه الفترة اللي جينا فيها دابا، هذه الفترة الأخيرة، حنا في المراحل النهائية ديال نهاية دورة الاقتصاد الرأسمالي، يعني اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. علاش؟ المنظرين الاقتصاديين كيقولوا بأن النظام الرأسمالي بقيادة الدولار الأمريكي اللي هو العملة الموحدة اللي كتتم بها التجارة العالمية الآن وصل إلى النهاية ديالو، وبقى ليه حلين لا ثالث لهما. شنو هما هاد الحلين؟ إما الانهيار التام ديال الدولار الأمريكي، وبذلك تنهار جميع العملات العالمية، لأن العالم كامل مرتبط بالدولار الأمريكي، وبه كتتم جميع المعاملات التجارية تقريبا العالمية، وخصوصا شراء البترول. البترول كيتم في العالم بشراء الشراء ديالو بعملة الدولار الأمريكي. والحل الثاني هو التضخم المفرط، وهو اللي بدينا كنعيشوا فيه حاليا، لأن كل شيء دول العالم مرتبطة بالدولار الأمريكي. فالبنك المركزي الأمريكي حاليا كيطبع الدولار بواحد الطريقة جنونية، أي أنهم كيشدوا الكاغيط عادي وكيبداو يطبعوا الدولار بدون أي عنده خلفية ديال الذهب. في الاقتصاد العالمي الآن باش تطبع العملة ديالك خاص يكون عندك ما يوازيها من الذهب مستوكي عندك في البنك المركزي، يعني كتطبع داك الشيء اللي عندك من الذهب باش تكون عندك العملة عندها قيمة. أمريكا الآن اش كدير؟ كتطبع بلا ما يكون عندها الذهب هذا، وبلا ما يكون عندها أصول اللي هي حقيقية، فكتطبع مجرد حبر على ورق وكتعطي للناس، كتخلص بها الديون ديالها وكتخلص بها المصاريف ديالها الموظفين، بل أنها كتسلف دول أخرى بهذه الفلوس هذه اللي ما عندهاش أي قيمة. وهذا هو اللي كيدير التضخم في العملة. وهذا التضخم الآن لحق واحد المراحل جد متقدمة، ولا تضخم مفرط، بل أنه الخبراء كيقولوا بأن هذا الحل اللي التجأت ليه دابا الحكومة إنما هو فقط باش تهرب من هذاك الانهيار التام ديال الدولار. إنما هو الانهيار غادي يجي. فهذا الشيء اللي كنعيشوه حاليا في المغرب وفي العالم فهو كما قلت نتيجة ديال النظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي اللي هو قرب أنه يتوقف. والمصيبة الأعظم أن هاد الناس اللي كيتحكموا في الاقتصاد ماشي غادي يبدلوا لك باقتصاد اللي هو نقولوا اقتصاد أحسن، بل هما كيعاودوا أنهم يعاودوا الخلطة من جديد باش يبداو من نقطة الصفر. يعني داكشي كامل اللي تعبات الشعوب على أنها
جمعاته وكدات باش انها تبني به المستقبل ديالها، في لحظه كيمشي ما كيبقى عنده حتى شي قيمه، وكتعاود اللعبه من جديد. وهذا هو الواقع الذي اللي ما كيبغيوش يبينوه للناس، بل كيخليوك هكاك حتى كتوقع الواقعه. والادهى والامر انه ما عند حتى شي واحد ما يدير حاليا الا انك تسلم الامر الواقع، لاننا مرتبط والعالم كامل مرتبط، ونظام كامل واحد وعمله كامل تقريبا باش كيمشي العالم اللي هي الدولار. يعني اي انهيار في الدولار غادي ينهاروا جميع العملات وغادي نرجعوا لنقطه الصفر. وهذا نتيجه لوعد الله عز وجل للتعامل بالربا، أن الله تعالى يقول أنه يمحق الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه الله. نظام الرأسمالي هو نظام ربوي، والمحق يتم الآن، ونسأل الله السلامة والعافية للجميع.